صباح السعادة وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل مهما كان مهما كانت الظروف. هقول لكم أنا ليه بحب صلاة الجماعة دلوقتي. يعني أنا كنت زمان ما بصليش قوي، بس دلوقتي بعد ما الواحد التزم بالصلاة بقيت أحب صلاة الجماعة جدا. طبعا كلنا عارفين الأحاديث وكل حاجة فقهية وشرعية ليها علاقة بصلاة الجماعة، بس أنا بكلمكم كواحد مسلم طبيعي. بحكي لكم مشاعري ليه انا بحب صلاة الجماعة، واتمنى ان يكون ده بداية حب اللي هيتفرج على الفيديو ده لصلاة الجماعة. اول حاجة وهي ان المشي للمساجد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، طول ما انت رايح المسجد وراجع منه خطوة بترفعك درجة او بتديك حسنة، وخطوة بتشيل من عنك خطيئة. دي احلى من كده، تبقى بتتمشى وبتاخد حسنات وبتشال من عليك سيئات. تاني حاجة طبعا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. متخيل الفرق؟ يعني 27 درجة كده جولك لمجرد إن أنت صليت صلاة جماعة. البحر يحب الزيادة، الحمد لله إحنا علينا كتير صلوات ما صليناهاش، فنحاول نرفع درجاتنا شوية. تالت حاجة إن أنت تسمع القرآن بصوت حلو في الصلوات الجهرية. هو في أحلى من إن أنا أسمع قرآن جميل كده وأنا في الصلاة عشان يبقى عندي خشوع وطاعة وقرب من ربنا؟ تسمع القرآن كده، انسى صوت الإمام اللي بيقرأ، تخيل كده إن الكلام ربنا هو اللي بيكلمك. ربنا هو اللي بيتكلم زي ما الشيخ الشعراوي قال. رابع حاجة رحمة ربنا. يعني في حديث عن النبي، حديث قدسي، لما الملائكة أهل الذكر أو أهل العلم بيجتمعوا، ربنا بيغفر لهم وبتنزل عليهم رحمات ربنا، فالملائكة بتقول لربنا وهو أعلم إن فيهم فلان جاي المصلحة شخصية ليه، قال لهم هم السعداء لا يشقى جليسهم، من جور السعيد يسعد زي ما احنا بنقول، ولله المثل الأعلى. فتخيل كده وأنا في صلاة الجماعة، يعني لو رحمة ربنا نزلت مهما كان عددنا، في حد وسطنا راجل صالح أو أقرب مني لربنا، يقوم ربنا يرحمنا كلنا لوجودي جنب الراجل ده معانا في صلاة الجماعة. أو ربنا يكرمك كده بدعوة حلوة من واحد من اللي بيصلوا معاك، ممكن تكون ما تعرفوش، يدعي دعوة حلوة كده في سجوده، ربنا يشملنا بيها كلنا زي الناس اللي بتدعي للناس التانية وللمسلمين. فأنت يمكن ربنا يكرمك بنفحة حلوة كده في الصلاة من أي حد أنت ما تعرفوش أو تعرفه. رابع حاجة، أو مش فاكر أنا كام نقطة، النقطة الجديدة، وهي إن أنا بريح دماغي من السهو في الصلاة. أنت الشيطان أحلى وقت بيجيلي ويفكرني، وكل الأفكار العميقة بتجيلي أول لما أصلي لوحدي وأتلخبط وأنا صليت كام ركعة وقلت إيه في التشهد. أما بخش في صلاة الجماعة بتشيل من على نفسك العبء ده. خلاص كده أنت بقيت مع الإمام، أنت ماشي مع الجماعة بقى في العدد وفي السهو، ما عليكش سهو. فأنت شلت من عليك عبء يخليك تعرف تركز في الصلاة. أنا عن نفسي بقيت أحب صلاة الجماعة عشان الحاجات دي. أتمنى إن أنا يعني الفيديو ده يكون سبب إن الناس تحب صلاة الجماعة زيي وأكتر مني كمان وتلتزم بيها. وربنا يرضى عننا كلنا يا رب ونعيش في سعادة. صباح السعادة.